أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل بالصوص الأبيض ومكرونة بالبشاميل بالصوص الحار. بنحتاج نص كيلو مكرونة قلم ولتر لبن حليب وكوب إلا ربع دقيق أبيض وربع كيلو لحمة مفرومة وبصلة كبيرة وفلفل رومي وملح وفلفل اسود او ابيض وجوز الطيب وقرفة وزيت نباتي وزبدة. ده للصينية الواحدة. ببتدي بتعصيج اللحم. بحط زيت نباتي حوالي 3 معالق كبيرة، وبعدين بحط بصل مقطع، بصلاية كبيرة بقطعها. بقلب البصل لحد ما يبقى لونه شفاف. بعد كده هحط اللحمة المفرومة. بعد كده هنحط فلفل رومي مقطع، مش لازم تستعملوا فلفل ملون، ممكن فلفل أخضر. بنقلبه كويس لحد اللحمة ما يتحول لونها للون بني. بعد كده بنحط الملح وفلفل أسود. بنفضل نقلبها لحد اللحمة ما تنشف ولونها يبقى غامق شوية. دلوقتي هنعمل صوص البشاميل. صوص البشاميل الأبيض بنحط حوالي نص كوباية زيت نباتي وربع كوباية زبدة. دي الزبدة اللي احنا عاملينها مع بعض. لو عايزين الرابط هحطه لكم تحت في الديسكريبشن. لما تسيح الزبدة وتمتزج مع الزيت بنحط 3/4 كوباية دقيق. بنقلب كويس لحد ما الدقيق يستوي. لو حسينا انها محتاجة مادة دهنية زيادة ممكن نزود 2-3 زيت. بنقلبها لحد ما الدقيق مع الزيت والزبدة يبقى ناعم، ما فيهوش اي كلاكيع، والدقيق يبتدي يستوي. بعد كده بنضيف لتر من الحليب كامل الدسم. لو عايزين تستعملوا اللي هو قليل الدسم اوكي، ما فيش مشكلة. بنقلبه كويس لحد ما يبتدي يتقل. هو هياخد ممكن وقت معاكوا شوية. الافضل تقلبه بمضرب سلك. بنحط بعد كده الملح وفلفل ابيض او فلفل اسود زي ما تحبوا. ممكن تضيفوا جبنة رومي مبشورة، ده اختياري، بس هي فعلا بتدي صوص البشاميل طعم حلو. بنقلبها كويس لحد ما الجبنة الرومي كلها تسيح. انا هنا تقريبا استعملت ربع كيلو جبنة رومي مبشورة. ممكن تستعملوا كمية اقل او اكتر براحتكم او تشيلوها خالص. بعد كده هنسلق المكرونة. بنحط كمية مية كبيرة على النار وبنحط فيها زيت نباتي عشان ما تلزقش في بعضها، وبنحط ملح عشان يرفع درجة غليان المية تقوم المكرونة ما تعجنش. لازم نستنى لما المية تغلي كويس جدا وبعدين نحط المكرونة. وما بنغطيش الحلة أثناء طهي المكرونة واحنا بنسلقها. بنقلبها من وقت للتاني وما بنسلقهاش قوي، يعني لازم تبقى متماسكة وواخدة الشكل الاسطواني. بعد كده بنصفيها كويس وبنحط عليها كيسين من مرقة الدجاج الفورية. ده اختياري، ممكن تحطي ملح او تحط ملح. وبنبشر عليها جوز الطيب، ما نكترش عشان ما تمررش. الافضل انها تكون جوز الطيب فريش
وبنحط نص كمية البشاميل على المكرونة وبنقلبها كويس. بعد كده بنحط شوية عصير طماطم قليلين، هي ما بتغيرش لونها بس بتديها طعم حلو، يعني ما تقلقوش هتطلع بيضة برضو، بس بتخلي طعمها احلى. دي خبرة سنين. بنبشر برضو جوز الطيب على اللحمة اللي عصجناها، بنبشرها بعد ما تبرد، وبنحط رشة صغيرة من القرفة. دايما اللحمة بنحط معاها جوز الطيب وقرفة، حتى لو كمية صغيرة جدا، بس بتعزز طعم اللحمة، بتخليها أحلى. بعد ما بندهن الصينية اللي هندخلها الفرن أو القالب، بنحط طبقة من المكرونة وبعدين اللحمة المعصجة، بنفردهم كويس. بعد ما نملى اللحمة المعصجة بنحط طبقة تانية من المكرونة المخلوطة مع البشاميل، وبنحاول نفردها كويس بالمقصوصة عشان ما تبقاش طالعة بره البشاميل وتنشف. بنحط بعد كده طبقة بشاميل وبنفردها وبندهنها من على الوش ببيض مضروب، ممكن ترشي جبنة رومي لو حبيتي، وبنخبزها في الفرن على درجة 220 لمدة تقريبا 45 دقيقة، بس الفرن بيكون سخن قبل ما نحط فيها الصينية، وبيبقى شكلها كده. بنستنى عليها طبعا لما تبرد شوية وبنقدمها. لو قدمتوها وهي سخنة بتسيل في الطبق. وبالهنا والشفا. لو عايزين وصفة المكرونة بالبشاميل الحار كملوا معايا. دي مكرونة بالبشاميل، مكرونة مخلوطة مع صوص البشاميل الأبيض. بنحط لها معلقة كبيرة شطة ومعلقة كبيرة بابريكا ومعلقة صغيرة توم مهروس وبنحط عليها برضو رشة قرفة خفيفة وعصير طماطم حوالي كوبايتين، وبنقلبها كويس لحد ما يمتزج كل المقادير مع بعض كويس قوي. على البشاميل بنحط معلقتين من معجون الطماطم. هو يفضل طبعا لو انتوا عاملين عصير طماطم وركزتوه قوي على النار بيدي طعم احسن كتير، بس انا للاسف ما عنديش فاستعملت معجون طماطم. بنتصرف يعني. بندهن القالب برضو بالزبدة، بندهنه كويس القاعدة والجناب عشان ما تلزقش المكرونة. اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها في اول الفيديو ضفت لها حوالي 6 معالق صلصة ونص كوباية مية، وبحط لها كمان توم وبرفعها على النار شوية عشان تتسبك. بنحط المكرونة، طبقة من المكرونة. بعد كده اللحمة اللي احنا زودنا لها الصوص الطماطم، وبعدين بنحط طبقة تانية من المكرونة. لو عايزينها سبايسي اكتر ممكن تزودوا كمان شطة مع اللحمة المفرومة. بنساوي السطح كويس زي ما قلت لكم عشان المكرونة لما بتطلع برا البشاميل بتتحرق او بتنشف. بنصب بعد كده طبقة كويسة من البشاميل وبنسويها على سطح القالب او الصينية. بعد كده بنحط على وشها بيض مخفوق وبنسويه وبنخبزها بعد كده في فرن على درجة 220 مئوية
لمدة 45 دقيقة، وممكن ترشوا عليها جبنة رومي لو حبيتوا. دي بيبقى شكلها لما بتطلع من الفرن. بنسيبها تبرد حوالي 20 دقيقة قبل ما نبتدي نغرف عشان ما تسلش في الطبق زي ما قلت لكم. ده بيبقى شكلها وريحتها جميلة جدا ويبقى طعمها لذيذ. جربوها هتعجبكم جدا. هي لسه سخنة شوية، بنحط عليها الصوص اللي باقي من اللحمة مفرومة مع صوص الطماطم، وبناكلها بالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. ولو ليكم أي مقترحات أو طلبات خاصة ما تنسوش تكتبولي في كومنتات تحت الفيديو، وجربوها هتعجبكم جدا. وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.